في مملكة أورازيا الواقعة بين الجبال الوردية والبحر الفيروزي، ولدت الأميرة ليانا بعد انتظار طويل من الملكة سيرافينا والملك أوريل. لكن ما لم يعرفه أحد هو أن هذه الولادة لم تكن عادية. في تلك الليلة مرت نجمة مشؤومة فوق القصر، وشاهدها الحكماء وأحسوا باضطراب في الهواء. وما إن ولدت ليانا حتى لاحظت القابلة شيئا غريبا لم تجرؤ على البوح به. لقد لمحت خيالا داكنا خلف الطفلة، شيئا ما يتحرك بسرعة داخل رحم الملكة قبيل الولادة. ظنت أنه مجرد وهم، أو لعلها خافت أن تتهم بالجنون. لكن ما لم تدركه القابلة هو أن هناك أفعى صغيرة شيطانية كانت قد تسللت إلى رحم الملكة قبل الولادة بأيام. كبرت ليانا وكانت فتاة جميلة ذات عيون زمردية وشعر كأنه غروب الشمس، لكن كل من اقترب منها كان يشعر بشيء غريب: برودة مفاجئة، غياب ظلها أحيانا، أو تغير لون عينيها فجأة إلى الأصفر. كانت الأميرة تعاني منذ صغرها من آلام شديدة في بطنها لا تفسرها أي حكمة من حكماء المملكة. حتى الطب السحري فشل. كانت تصرخ في الليل، ترتجف وتتكور على نفسها، بينما يسمع الخدم صوت فحيح ينبعث من غرفتها. مرت السنوات، ومع كل عام زادت ليانا جمالا، وزادت الأفعى التي بداخلها حجما وقوة. في عيد ميلادها ال16 أغمي على الأميرة أمام الحضور. أسرع الحكماء والكهنة، وعندما مد أحدهم يده فوق بطنها لتلاوة تعويذة عضته الأفعى من الداخل. نعم، من داخل جسدها. سقط الرجل ميتا والسم يملأ جسده. أيقن الملك والملكة أن هنالك شيئا شيطانيا يسكن ابنتهما. وفي تلك الليلة أحضروا الكاهنة العمياء ميروان، وهي أعظم عرافة في البلاد. دخلت ميروان غرفة الأميرة وجلست على الأرض بصمت. مدت يدها المرتجفة نحو بطن الفتاة وأطلقت صرخة مروعة وقالت: في أحشاء هذه الأميرة تسكن لعنة قديمة، أفعى اسمها زهراكيل. ولدت من بقايا السحر الأسود الذي مارسه أجداد الملك، وجدت مأواها في رحم الملكة أثناء حملها. بدأت الأفعى بعد الكشف عنها بالتواصل عبر الأميرة. أصبح لسان ليانا ينطق بصوت آخر، صوت أجش زاحف مليء بالحقد. قالت الأفعى: أنا زهراكيل، منبوذة من مملكة الظلال، سجنت في رحم هذه البشرية، لكني كبرت فيها، تغذيت من دمها ونبضها وأحلامها. سأخرج قريبا وأحرق كل ما في هذه المملكة. حاول الحكماء قتل الأفعى، لكن كل من حاول لمسه سقط ميتا. الأفعى كانت محمية بسحر قديم لا يفكه إلا مفتاح الروح. اضطرت ليانا أن تبدأ رحلة مع فارس شجاع يدعى كايل ومجموعة من السحرة للبحث عن مفتاح الروح، قطعة أثرية ضائعة منذ 1000 عام، قادرة على فصل الأفعى عن جسدها دون أن تقتلها. مرت الرحلة بالمستنقعات الملعونة وجبال الرياح السوداء، وخاضوا معارك ضد الظلال، وسقط بعضهم في الطريق. لكن ليانا رغم ضعفها كانت تقاتل، فقد تعلمت أن الأفعى في داخلها لم تستحوذ على كل شيء. لا تزال روحها حرة ولو جزئيا. وفي مغارة الأشباح ال7 وجدت ليانا المفتاح محفورا داخل قلب تمثال حجري لكائن نصفه بشر ونصفه أفعى. عادت ليانا إلى القصر ومعها المفتاح. جلست في المعبد القديم، ووقفت الكاهنة ميروان حولها تتمم الطقوس. صرخت الأفعى من داخل ليانا: ستقتليني. لن أخرج، جسدها لي، ملكي. لكن المفتاح اشتعل نورا وبدأ يدور فوق بطنها حتى خرجت الأفعى من فمها ملفوفة بالسواد تصرخ وتزمجر. كانت الأفعى ضخمة سوداء بعيون حمراء أطول من أي أفعى رآها البشر، لكنها ما إن خرجت حتى بدأت تتفكك، تتحلل في الهواء وتتحول إلى رماد. بعد الطقوس دخلت ليانا في غيبوبة ل3 أيام، وعندما استيقظت شعرت وكأنها ودت من جديد. لم تعد تشعر بالألم أو بالظلال أو بالفحيح، لكنها احتفظت بعيونها الغريبة، نصفها زمردي ونصفها ذهبي، كأن الأفعى تركت أثرا صغيرا لتذكرها بما كانت عليه. كبرت ليانا وأصبحت ملكة عادلة، حكمت المملكة بحكمة وقوة. لم تنسى الألم الذي عاشته، بل جعلته مصدرا لقوتها.
وفي كل عام كانت تقف في المعبد وتتلو قصة الأفعى لتذكر أنها لم تخلق لعنة، بل أصبحت بركة بعد أن انتصرت على الظلام داخلها.